أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة جديدة حذرت فيها من تساقط أمطار رعدية غزيرة في عدة ولايات من الوطن. وحسب النشرية الخاصة التي حملت تنبيها من المستوى الثاني، فإن الأمطار المرتقبة على ولايات أولاد جلال والجلفة والأغواط وغردايا والمنيعة ستتراوح ما بين 20 إلى 50 ملم. وقالت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية ستكون من 6 مساء من يوم الجمعة إلى غاية 6 مساء من يوم السبت. كما حملت النشرية تنبيها آخر من المستوى الثاني يخص تساقط أمطار رعدية عبر ولاية الوادي وتوغورت وورقلة والمغير، حيث ستتراوح كمية التساقط ما بين 40 و60 ملم، وقد تصل إلى 80 ملم. كما حذرت النشرية أيضا في تنبيه من المستوى الثاني من تساقط أمطار عبر ولاية أم البواقي وتبسة وخنشلة وباتنا وبالسكرة تمتد إلى غاية منتصف نهار الجمعة. في السياق ذاته، وضعت مصالح الأرصاد الجوية تنبيها من المستوى الثاني باللون البرتقالي خاص بتساقط أمطار رعدية غزيرة على ولاية بومرداس، البويرة وتيزي وزو وبجاية وسكيكتا وشمال سطيف وشمال برج بوعريريج وباتنا وخنشلة.